الطمع مش إنك عايز أكتر. الطمع كائن قاعد معاك، بيقعد قريب قوي، ما يعليش صوته، بس دايما يهمس. أول واحد في القعدة أبو ما يكفيش، ده مهما تديه يقولك حلو، بس لسه فلوس، لسه نجاح، لسه شغل، لسه عمرك ما تسمع منه كلمة كفاية. تحس إنك بتملى جردل مخروم، كل لما تحط يفضى تاني. كائن المقرنج ده بقى ابن حلال تقيل، يقعد جنبك ويفتح انستجرام ولا يقعد يحكي لك عن الناس، فلان اشترى، علان كسب، ده سبقك وده خد مكانك، وانت كنت راضي، كنت مبسوط، كنت تمام، بس بعده تحس ان اللي في ايدك ولا حاجة. وتالتهم الأخطر بقى، الضامن، ده اللي يقولك خليك تاخد زيادة علشان الزمن، علشان الظروف، علشان بكرة، علشان محدش يضحك عليك. فتلاقي نفسك مش بتستمتع ولا بترتاح ولا حتى بتحس بالأمان، لأن الطمع عمره ما كان أمان. الطمع دايما خوف لابس قناع ذكاء. والكائنات دي ولا واحد فيهم بيقولك أنا هخليك تعيس، كلهم جايين باسم الحرص والذكاء والمصلحة والفرصة. بس الحقيقة الطمع ما بيزودش اللي في إيدك، الطمع ينقص عينك، يخليك تبص دايما على اللي ناقص مش على اللي موجود. وتيجي لحظة تبص لنفسك وتسأل هو أنا ليه مش راضي، مع إنك معاك اللي كان حلمك من كام سنة. والأوسخ بقى إن الطمع ما بيقفش عند حاجة، لو خدت أكتر عايز أكتر، ولو وصلت عايز أعلى، زي كائن بياكل وكل لما ياكل يجوع. طيب نعمل إيه؟ نبقى زاهدين، نلبس جلابية ونسيب الدنيا؟ ولا ده المطلوب. الحل مش إنك تكره الفلوس ولا النجاح ولا الطموح، الحل إنك تفصل بين الطموح والطمع. الطموح يقولك اشتغل، كبر، تطور. الطمع يقولك ما تفرحش، ما ترتاحش، ما تشبعش. وأخطر سؤال مش عايز إيه، أخطر سؤال إمتى تقول كفاية. لأن أول مرة تقولها بصدق الكائنات تسكت، أبو ما يكفيش يتلخبط، المقرنج يزهق، والضامن يفقد صوته. وساعتها بس تحس إن اللي في إيدك رجع يبقى نعمة مش سباق. فخلينا سيبك بالسؤال اللي بيوجع شوية، أنت طموح ولا في كائن جوه دماغك بيقولك ولا حاجة كفاية؟